الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله. الله يكبر خواطركم ويفرح قلوبكم ويسعدكم ويشوفكم احسن الناس، ويا رب اشوفكم ربنا جابر بخاطركم ويساعدكم كده ويفرحكم باولادكم ويسعدكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه. حطوا لايك للفيديو وكومنتاتكم الحلوه الجميله اللي بتسعدنا، والناس اللي بتشتكي ان الاشعار بتاع الفيديو ما بيجيلهاش وبتخش تدور على قناه زاهيه في البحث او تدور عليها في اليوتيوب وتكتب الاسم عشان تطلع لها. يا ريت الناس اللي الاشعارات ما بتجيلهاش تشترك في القناه، تلغي الاشتراك وبعد كده تشترك وبعد كده تفعل الجرس على الكل علشان تجدد الاشتراك تاني، لان احيانا كتير اليوتيوب بيبقى فيه الناس اللي مش متفاعله كتير قوي احيانا بيخش الاشتراكات من عندها. وغير كده كمان طبعا في ابلاغات وفي حوارات وفي حكايات، فزي ما انتم شايفين الدنيا عامله ازاي. فاللي بيحب زاهيه والاشعار ما بيجيلوش يا ريت تحطوا لايك، بتقومي داخله تاني على القناه الغي الاشتراك واشتركي تاني وفعلي الجرس على الكل علشان الاشعارات كلها تجيلك. ايه رايكم في الاوتفيت بتاعي الجميل الحلو ده؟ رايحه فين يا زاهيه؟ النهارده رايحه المنصوره نشتري شويه طلبات. احنا عندنا ناس في البيت بتشتغل، طبعا الخضار في الصيف الايام دي يا اما كرنب يا اما محشي حاجات كده. انا عايزه اجيب خضار بصراحه. رحت الوكاله بيفتحوا الجراج تحت، ورحت الوكاله بصراحه جبت من هناك شويه خضار وكنت مصوراهم معاكم قبل كده. في شيء عجبني وشيء ما عجبنيش بصراحه. اللي ما عجبنيش في الحاجه اللي كانت هناك دي الملوخيه. نوع الملوخيه اللي انا جبته ما كانش حلو بصراحه، بس البسله كانت حلوه، السبانخ كانت حلوه، وكمان يوسف طالب قلقاس، يوسف بطاطس، تمام. فيلا حبايب قلبي ننزل طرخه، نجيب شويه مشتريات وتستحقوا معايا، والواحده الشاطره بقى تشوف ايه اللي ناقصنا في بيتها، انت كمان تكملوا وتجيبوا. طبعا احنا داخلين بقى عندنا ناس وكده، واكرام الضيف او هم زي ضيوف عندنا. اللي بيعمل لك الشغله دي صدقيني والله العظيم يمكن انت بتديله اجره، بس اللقمه اللي هو بياكلها دي صدقيني هي اللي بتمر عليه. يمكن الفلوس بياخدها يوديها البيت بتتصرف وكده، بس هو بيبقى محتاج حاجه تقوي، فاحنا بنكرمهم عشان ربنا يكرمنا، تمام. طبعا الضيف اللي بيكون موجود عندك وبتكرميه وبتاكليه وبتعملي له افضل حاجه، ده بيبقى كرم منك انت مش بتمن عليه، ده هو ضيف عندك، والضيف اكرام الضيف واجب. كل اللي بيخش بيتنا على دماغنا من فوق. يلا حبايب قلبي، قلت اوريكم كده الاوتفيت، قولوا له ايه رايكم فيه، وقلت اعمل لكم المقدمه وانا على السلم. حطوا لايك يا حبايب قلبي وبحبكم في الله، ويلا تعالوا معايا. صباح الخير يا حمودي. صباح الفل. يا صباح الخير يا ابو محمد. صباح الفل يا زوج. يا دي النور. ايه الحلاوه دي؟ ايه المفاجاه انت عملتها دي؟ ايه انا وراكم انا هعتقكم ما تروحوا المنصوره وعايزين تسيبوني. بس ده يا محمد التيشيرت بتاع البحر ده مودينا المصيف يا ابني ولا ايه؟ اه؟ تغيير جو حار ولا ده بقى ايه الستايل بتاع الصيف؟ المفروض الصيف بتاع الستايل. ورحت صيفت بيه وجاي تصيف هنا في البلد بقى ولا ايه؟ لا طبعا اوعى والله اجري ورب مقشه العرس. تعملي ايه؟ مش جايب فلوس ده ولا ايه؟ انا بقول على كده. لا حافظ يا ابني حافظ، داخلين على ايام قحط دلوقتي، عاوزين كل قرش وكل جنيه وكل باريزه. انت عامله ايه؟ انا تمام والله الحمد لله. انا كنت مسافره ولا ايه؟ والله العظيم ما كنتش بايته فاني في البيت ولا ايه يا جدعان؟ وحشتنا يا سلام. الله 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 الله. اتعلم من ابوك يا محمد. لا ما تقلقوش. شفت ام كلثوم تقول لك ايه؟ ايه؟ توحشني وانت قصاد عيني. يا عيني يا عيني. اتعلم يا محمد خليك حرش. حرش. يلا الله يكبر خاطركم وفاتيكم وينجيكم ويحفظكم من كل شر يا رب. اللهم امين. يلا حبيب قلب الله. يا سلام يا سلام يا سلام على الراحه يا جدعان. الحمد لله وصلنا بحمد الله الى الطلخه الكريمه اللي هننزل نجيب الطلبات اقرب مكان هنشتري منه الطلبات هنا طلخه، واحيانا كتير نروح فين شربين. بس احنا هنا هنجيب برضو لحمه مفرومه وهنجيب خضار وهنجيب حاجات كتير، يعني هنظبط الدنيا علشان ايه، ابقى عايزه اعمل اكل ولا اعمل اي حاجه تبقى حاجتي جاهزه اشتغل على طول. وطبعا انا مش من النوع اللي بحب مثلا اخزن الخضار، بس انا جبته من الوكاله دي تحفه. هي بس اللي ما عجبتنيش نوع الملوخيه، فاحنا هنغير نوع الملوخيه اللي انا كنت جايباها. بس يا حبايب قلبي خليكم معانا بقى، هننزل وبعد كده ايه نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. بس تحطوا لايك بالله عليكم، تحطوا لايك يعني هتحطوا لايك. احنا هنا بقى في قلب طلخه يا جدعان اهو، والجزمه بتاعتي اتقطعت وشورتي لبن النهارده ماشيه ايه، ماشيه بحكش. شايفين اهي النعل بتاع النعل بتاع الجزمه اتقطعت. اهي طلعت اهي والله. النعل بتاع الجزمه بتاعتي اتقطعت. معايا
لحد ما نروح ايه نشوف الراجل اللي مخيط. يا صلاة النبي عليك يا زين. والبرستيج بتاعك اللي راح. البرستيج اللي راح يا جدعان. هنا جمبري وكابوريا يا اولاد اللي عايز. احنا هنا في قلب السوق بتاع طلخ اهو. تجيب لنا عيش للحواوشي؟ عيش للحواوشي اهو. تجيب؟ تعالى هات لنا بالمره يلا عيش للحواوشي. بقى الكيس بتاع العيش فيها كام رغيف؟ في كام رغيف؟ اهو لنا بقى. هات لنا بقى ايه كمان كيس. دي ولا دي ولا كله زي بعض؟ زي بعضها. هات كيسين. هات 2 بس. ب 25 اهي. دي الحمراء ب 35 ودي ب 25 اهي وب 25 والزبديه ب 25 بس الزبديه خضر. هات لنا تاني. هات لنا تاني حلوه اهو. انت حلو ولا مش حلو؟ لسه جاي على المكسر. هو متكسر لوحده اهو. ندوق البطيخ اللي على المكسر. هو ده اللي على المكسر اهو. جيب لنا 2 كيلو ونص. هات لنا كيلو ونص. كيلو ونص. بس بالله عليكي حلو. هجيب لك 3% على طول. لا كيلو ونص عشان هو بيحمض بسرعه. قلت لي كيلو ونص ولا 2 ونص؟ كيلو ونص. كيلو ونص. بس هو ما شاء الله حلو. ما تاكلش حاجه من غير غسيل بطنك. تعبانه يا عم. فرح ليلى في التكات. قالوا بقى نروح ايه نخيط لا مؤاخذه الجزمه بتاعتي الاول عشان اعرف امشي. تعال. اهم حاجه ايه خيطنا الشوز. بلاش نقول حاجه تانية عشان الاتيكيت. اهم حاجه والحمد لله ان هو يعني اللي بخيط لقيناه في السكه. طبعا احنا كنا مخزنين مانجا وعايزين مانجا زبديه بس المانجا الزبديه اللي هنا مش قوي على فكره. ابو محمد قال لا ما تشتريش من هنا. هنبعت الولاد يجيبوا لنا كرتونتين منين من سوق الجمله. بس هيك محمد ابني ما يروحش يجيب الزبديه يجيبها لنا نوع تاني. طبعا كنت جايبه بتنجان برده من عندنا من السوق. كنت جايبه برده كيلو وربع ب 10 جنيه. وجبت عنب برده. ودي المانجا الزبديه ب 35 اهو. احنا هنخش بس نروح الوكاله. والبلح دوت يا عبده هات لنا منه بس يا رب يكون مسكر. ما يبقاش زي اللي احنا كنا جايبينه المره اللي فاتت. واحده مسكره وواحده ما كانتش مسكره اهو. تعالى نشوف كده. بس في بلح اخضر على فكره. والبلح الاسمر طلع كمان اهو. والمانجا الزبديه بكام؟ المانجا الزبديه 30. جيب يا عبده. تعال نجيب 2 كيلو على ما نبقى نجيب اللي هي العيال تروح تجيب كرتونتين بقى. اجيب ما انا بقوم رافعه هدومي فوق عشان الميه ده والحر. بس هنعمل ايه بقى؟ انت بتقولي احنا عاوزين خضره من هنا. لا مش جايبه خضروات. مش جايبه. اكتر واحد بيجيب النعناع ما بيبقاش عنده. ما بينفعش عندنا ليه؟ تجيب لنا نعناع اخضر؟ ليه؟ تعال نجيب نعناع. جبنا وباظ. باظ ما احنا ما استعملناهوش. لا يا سلام يا سلام يا سلام. احنا جايين بقى خدناها من ايه من قلب السوق من جوه على ما اروح لحد الوكاله بس. وابو محمد شايل الشنط اهو. قال لي بدل ما انتوا بتصوري هاتوا الشنط معانا. والله ما بتصور عشان تصور. هاتوا الشنط معانا. بطاطا ورز وسردين يا باشا. جمبري اهو. جمبري مشي. عندنا زيت صح؟
ولا هنحتاج؟ عندنا. ما هنجيبش؟ عندنا. طيب طبعا احنا معديين رايحين فين؟ رايحين الوكالة. تمام اهو الوكالة بتاعت المنصورة هنا. ايه يا عم انت؟ المانجا الزبدية لو عاوز كراتين، الكراتين اهي. عايز بس بتقري دي مش هتديلك كراتين لان هي بتباعها قطاع. ايوه مفيش. هنخش بقى نجيب خضار من هناك، بس الملوخيه بصراحه هجيب نوع تاني، مش جايبه الملوخيه اللي انا كنت جايباها المره اللي فاتت، نوعها ما عجبنيش بصراحه. ما بصوروش جوه، ما انا عارفه ان هم الوكاله ما بتصورش جوه الجماعه. هو هنا لسه بيعبوا الحاجه ده، لسه بيعبوا. هات لي البسله ده اهي، جميله البسله ده. لا ما انا عملتها امبارح كانت حلوه. هات لي 4. هنا صوصات وحاجات اهي. خلاص خرجنا من الوكالة. طبعا خرجنا من الوكالة. طبعا احنا جايبين من الوكالة بتاعت مين؟ بتاعت المنصورة اللي هنا في طلخة اهي. طبعا بقى ايه، انا غيرت الملوخية، جبت البسلة دي تحفة، وجبت السبانخ النوعية بتاعت الشركة اللي انا جايبة منها السبانخ عليه الصلاة والسلام. بيباعها ب 16 جنيه. بيبيع الطماطم ب 16 جنيه وانا جايباها من السوق من عندنا ب 20 جنيه. كان التليفون واقف على فكرة من السخونية اللي في الجو، التليفون كان واقف تصوير. زي ما قلت لكم مروح بقى هشرح لكم الحاجات اللي احنا جبناها. احنا عندنا الموسم بقى في الحر، هتلاقي التين الشوكي، هتلاقي الذرة المشوي، هتلاقوا احلى ناس. والله العظيم يوسف هيعوز كشري، كان عاوز كشري يا عبد. بس انا هعمل كفته ومكرونه، مش جايبه له كشري بقى ولا حاجه. ابن يوسف ده طلباته يعني يا قلب امه خفيفه خالص، يعني اكله مش مكلف خالص والله، ويعني مش سبحان الله. احنا عندنا الولاد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني تعالى نقدم الجهه اللي فيها ظل ده يا عبد، بدل ما احنا ماشيين. ما خلاص تعالى اهو في الجو اهو، الجهه اللي فيها ظل ده هنموت من الحر. عندنا والله بصراحة مش مكلف يوسف في أكله خالص بصراحة. يعني رز بطاطس ماشي، سبانخ ورز ماشي، كشري ماشي، كشري عدس ماشي. الحمد لله الحمد لله. معودة الولاد عندنا اللي موجود يعني اللي موجود الحمد لله ممكن نعدي ليه. طول ما انت مشبعة عيالك ومالية عينيهم وشبعانين من كل حاجة، صدقيني عمرهم ما هيقولوا لك أنا عايز دي وعايز. عمري ما نزلت المنصورة ولا رحت في أي مكان وعين من عيالي شبط في حاجة أو صمم يجيب حاجة او حاجه من دي ابدا ابدا ابدا. يلا نعدي بقى. برضو هنجيب لحمه مفرومه برضو للكفته والحواوشي والحاجات دي غير اللحمه القطعيه اللي احنا بنجيبها. اللحمه القطعيه يا جماعه الخير بعملها شوربه، اما هنا لحمه حلوه قوي برضو، تبقى كبيره في السن شويه، بنجيبها نفرمها نعمل منها كفته، نعمل منها حواوشي، اللحمه مفرومه مع الصلصه، حاجات من دي يعني. هنا هنعدي نجيب اللحمه هناك اهي، نجيبها بقى ايه بتتفرم. الراجل بتاع اللحمه اهو، بنفرمها بقى للكفته والمكرونه البشاميل، مكرونه سباكيتي باللحمه المفرومه. بتعملي بقى كل حاجه حلوه قوي قوي، جميله ونضيفه وزي الفل، ومطبوخه كمان في السلخينه مش بره.